اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جيت لكم في فيديو جديد، يا رب يعجبكم. انزلي حط لايك للفيديو واشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، ويلا بينا نبتدي الفيديو. فيديو النهارده يا جماعه حاجه محمسه جدا 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 للناس اللي عندها اطفال بقى وبيتها متبهدل وبيتها متكركب كل الحاجات دي. كمان الناس اللي لسه ناقله جديد او كده يعني. برضو الفيديو ده ليكي هيشجعك جدا، وكمان هتتحمسي بيه قوي وهتقومي تخلصي اللي وراكي. طبعا الناس اللي متابعاني عارفه ان انا لسه ناقله جديد، يعني انا لسه نقله يا دوب من يومين ولسه برتب العفش بتاعي. عايزه اقول لكم يا جماعه، كل ما اجي اروق حاجه فببهدل حاجه تانية، يعني اروق جزء فالجزء التاني يتبهدل، وهكذا لحد ما الدنيا كلها تترتب ان شاء الله. بس انا مش ناقله بقالي كتير، انا ناقله تقريبا بقالي 4 5 ايام، في ايام مسهل. دعواتكم كده علشان خاطر ايه الواحد يقدر ان هو يخلص الحاجات اللي وراه. بصوا كده، اول حاجه صحيت الصبح عملت كده، نزلت بس جبت فطار وجهزت كده شاي بحليب يعني. فطرت انا ومهند وكوكي، وبعد كده بدأت ان انا دخلت البلكونة بقى، قلت ان انا هبدأ من البلكونة وهاخد بقى الشقة كلها كده واحدة واحدة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده البلكونة كلها مليانة تراب، التراب فيها بقى في كل حتة. فبدأت كده خرجت الحاجات منها، لان انا لما نقلت فكل حاجة تقريبا يعني حاولت ان انا احطها في البلكونة علشان ما ازحمش الصالة، علشان ان انا اعرف ان انا اتحرك، وفي نفس الوقت الدنيا عندي تبقى اعرف ان انا اتنفس يعني. وبعد كده قلت هدخل الحاجة من البلكونة واحدة واحدة وهكذا. بس احنا عامة لما بنروق يعني، انا دلوقتي خدت الحاجات اللي من البلكونة حطيتها في المطبخ. الحاجات قصدي اللي هي اللي هي بتاعة المطبخ حطيتها في المطبخ، الحاجة اللي هتتحط في اوضة النوم حطيتها في اوضة النوم، الحاجة اللي هتتحط تحت السرير وهكذا. يعني حطيت كل حاجة في المكان اللي هي هتتحط فيه. تمام كده. دي يا جماعة اللي هي النجيلة الصناعية. النجيلة الصناعية دي انا كنت شارياها في الشقة القديمة، ما كملتش يا دوب شهرين يعني، لسه جديدة. فالمهم قلت بقى على وش الشقة الجديدة مش هسيبها كده يعني، مع ان هي كانت نظيفة يعني بصراحة. بس قلت لا برضو انا هغسلها وانزل التراب منها كده زي ما انتوا شايفين. فخدتها على الحمام بقى وفتحت بقى الدش كده وحطيتها كده تحت المية. وبعد كده قلت هقلبها كده سنة سنة، والحتة اللي هغسلها هتنيها وهكذا بالمقشة كده زي ما انتوا شايفين. المهم كان الوضع صعب جدا، وانا كنت اصلا مش عايزة اوطي كتير بسبب ان انا حامل، بس كنت مضطرة ان انا اعمل كده. قلت بقى ما بدهاش علشان تبقى نظيفة وكده وما يبقاش فيها اي تراب. هنا بقى فصلت الكاميرا، حاولت ان انا اخلصها، فكانت خلاص يعني قربت تخلص، ورجعت كملت معاكم تاني. كنت بعملها بالمقشة كده وبنزل منها التراب زي ما انتوا شايفين، وبتنيها وهكذا. وبعدين هشيلها وهسيبها تصفي، وهرجع اشوف الحاجات التانية اللي هعملها. الفكرة بقى ان انا لما يعني اديني روقت البلكونة ففضيت منها حاجات. الحاجات اللي انا فضيتها منها فيها حاجات حطيتها في المطبخ وحاجات حطيتها في الغرف، وفي حاجات رجعتها في البلكونة تاني. بس برضو مهما كان انت كده كده برضو بتروقي يعني. مش هتبقي يعني، انا لسه ما وصلتش للترويق الشقة بالكامل. كمان لسه هغسل السجاد، بس مش انا اللي هغسله، هكلم المغسلة تيجي تاخده يعني وكده، بحيث ان هي تغسله يعني وترجعه له نظيف. وفي نفس الوقت يعني انا كده كده اصلا السجاد هنا الشقة صغيرة، مش هحتاج منه غير حاجات بسيطة قوي، اللي هي ممكن حاجات المشايات او كده. باقي الحاجة تقريبا هعينها تحت السرير، بس انا مش عايزة ان انا اعينها وسخة، فانا عايزة اعينها نظيفة. فالمهم سبته كده بره، وقلت ان انا هكلم المغسلة بقى تيجي تاخده، وبعد كده ابقى اعينه تحت السرير. فانا سايباه في الصالة لحد ما اكلم المغسلة. وفي نفس الوقت قلت ان انا لما الدنيا تهدى عندي شوية بعد كده بقى اكلم المغسلة. دخلت كده البلكونة وسبت المشاية تتصفى زي ما انتوا شفتوا كده، وجبت الشرشوبة بقى ومسحتها. وبعدين كانت النجيلة صفت خالص،
ورجعتها بقى حطيتها بقى في البلكونة علشان ايه تتشمس بقى كده وهتنشف. هي عامة مش زي السجادة، مش هتاخد وقت، تقريبا بالظبط نص ساعة وهتكون ناشفة. هنا بقى كنت بشيل الحاجات اللي في البلكونة من الجزء التاني ده، وده كان البرواز بتاع التسريحة بتاع الكومودينو بتاع اوضة الاطفال. خدت كده بقى المشاية النجيلة كده وقلت بدأت ان انا افرشها بقى، بعد ما انا كنت نفضت البلكونة تنفيضة محترمة، وفي نفس الوقت مسحتها مسحة ايه علشان كله كده يبقى نضيف في نضيف، علشان خاطر البلكونة كان ولادي يدخلوا فيها يجيبوا التراب جوه الشقة، حتى لو انا كنت مروقة شوية فالتراب اللي بيجي من البلكونة بيوسخ لي الدنيا تاني. فكده البلكونه نظيفه، كده البلكونه نظيفه، فخلاص مادام البلكونه نظيفه بقى فمش هتبهدل الشقه. يعني انا هروق مثلا دلوقتي معاكم وهروق الصاله، فالبلكونه مش هتجيب التراب على الصاله تاني، خلاص كده يعني تقريبا مفيش تراب تاني، مفيش حاجه تانية. هنا بقى دخلت الكراسي دي ودخلت الترابيزه بحيث ان ايه، ان لو انا عايزه اقعد مثلا شويه ولا حاجه، وفي نفس الوقت ده هيبقى مكانهم الطبيعي. بس لسه ايه برضو بعد الترتيب اكيد طبعا هحط مفرش للترابيزة وهحط زرع ووردة وهحط وهعمل كل حاجة. وده الجزء التاني بتاع البلكونة. طبعا الزرعة دي هدخلها جوه الشقة، والتكييف ده لسه مش عارفة هحطه فين، بس ايه ده الشكل في الاخر مؤقتا يعني. وبس كده. وهدخل كمان الالعاب لمهند وكنزي في الحضانة، هدخل الالعاب لمهند وكنزي في البلكونه بحيث ان انا ايه اخلص منهم بقى، ان انا علشان اعرف اروق باقي الشقه، فايه عشان ما يبهدلوليش الشقه كل شويه العاب في كل حته، فهدخلها لهم البلكونه بقى بحيث ان هم ايه يلعبوا. دخلت لهم الالعاب وسبتهم بقى مع نفسهم ورجعت بقى ايه كملت معاكم. هنا بقى كنت بشيل الحاجات من على الانتريه، الحاجات اللي موجوده على الانتريه، وبدأت ان انا احرك كده الانتريه واحدة واحدة وهنفضه كله تنفيضة بقى ايه. خلاص كده احنا ايه بنفرش، احنا كده بدأنا ان احنا نفرش الشقة او نفرش كل حاجة بتاعتنا. فالمهم ان انا دلوقتي ايه اي حاجة في الصالة محتاجة ان هي تتحط في مكانها هاخدها واحطها في مكانها. يعني زي الكراتين اللي هي في المطبخ فيها مواعين او كده ولسه انا مفضيتهاش، عشان انا اصلا استغنيت عن ضرفة خزين، عندي ضرفة طويلة كده بتاعت المطبخ، فانا هستغنى عنها اصلا وهبيعها مش عايزاها. وفي نفس الوقت هي ملهاش مكان عندي في المطبخ، وانا مش بحب الحاجة المكان يبقى ضيق عليا، فانا مش محتاجاها خلاص. وهي كمان اتكسرت شوية من النقل، فخلاص انا كده كده مش محتاجاها. فحاول اظبط نفسي بالمطبخ اللي موجود عندي حاليا، اللي هي جزء من تحت وجزء من فوق والمطبقية فقط لا غير. فهمشي نفسي مؤقتا كده بيها لحد ما ربنا يكرم لو انا احتجت ان انا اشوف حاجة تانية. هنا بقى نفضت الانتريه، نفضت الكرسي تنفيضة كويسة قوي، وبعدين رجعت عليه الشلتة تاني من اول وجديد. وهنا برضو كنت بشوف ايه الحاجات اللي انا حطاها تحت الشلتة. ببقى حاطة اكياس مثلا، اكياس بتبقى احنا شارين فيها هدوم يعني، فالكياس دي بتبقى كبيرة، فبحيث ان انا لما ببقى خارجة مثلا ومحتاجة شنطة كبيرة احط فيها حاجات فبحتاجها، فانا حطاها اللي هو تحت الشلتة بتاعت الكرسي في مكان امن يعني. خلاص كده خلصت ونفضت بقى الكرسي وهنفض كمان الكنبة. كده انا عندي كنبة واحدة اللي هي الكنبة الكبيرة لسه ما نفضتهاش ولسه ما عدلتهاش ولسه اصلا ما شفتش انا هحطها فين. فعايزاكوا كده، ده شكل الصالة، ده شكل الريسبشن عامة. فعايزاكوا تقترحوا عليا كده احط الانتريه بانهي طريقة. الانتريه عندي ضخم يعني حجمه كبير، والريسبشن عندي مش كبير قوي، فعايزاكوا تقترحوا عليا احطه ازاي بانهي شكل بحيث ان انا اقدر ان انا استفاد بمساحة، وفي نفس الوقت الدنيا تبقى ملمومة عندي وكل حاجة تبقى موجودة وكويسة. خلاص هنا نفضت الانتريه بقى بحيث ان انا هفرش عليه بقى الكفر، والكفر كمان نضيف، بس انا قلت ان انا مش هفرشه دلوقتي غير لما اشيل باقي الحاجة اللي موجودة في الصالة، بس همسح الصالة بقى وكده هتبقى الصالة بقت رايقة. وفي نفس الوقت كنت مشغلة الغسالة على الكفر الانتريه اللي هو التاني اللي هو النبيتي عامة،
اللي انا كنت فرشاه، فانا بغير ما بين ده وما بين ده. الكحل القديم بتاعي كان نضيف، فانا قلت بقى ايه يعني هحطه دلوقتي على الانتريه، حاسه ان هو شكله كويس يعني وكده. فقلت ان انا سايبه النبيتي بقى لي فتره حوالي 6 شهور او 7 شهور، فنغير بقى ونحط ايه، نحط الكحلي. هنا بقى كنست بقى الجزء ده علشان هرجع فيه الكنب والكرسي، وفي نفس الوقت هنشوف الجزء التاني بحيث ان انا الحاجات اللي فيه اشيلها. وكده هنبقى فضيت الصالة وندخل بقى على المطبخ. بس عايزة اقول لكم مش هطول عليكم الفيديو قوي، زي ما انتوا شفتوا كده انا عملت حاجات كتير في الفيديو، كمان في حاجات انا فصلت الكاميرا وعملتها مع نفسي، وكمان علشان ايه، عشان اوريكم كل التفاصيل. في ناس يا جماعة متابعة معايا حابة تشوف كل تفاصيل اللي انا بتاعت ان انا الفرش بتاعت العزال، فانا بحب ان انا اوريكم كل التفاصيل. انا كده ماشيه معاكم خطوه بخطوه يوم بيوم، كل حاجه انا بعملها تقريبا بصورها لكم. يعني انا خلاص اديني خلصت الفيديو هنا، ومثلا هرجع الانتريه مكانه، وهتشوفوا الحاجات الجزء التاني ده اللي باقي عندي في الصاله. خلاص بقى دي الترابيزه بتاعت الانتريه، فهشيلها وهحطها كده مكانها اللي هو قدام الانتريه يعني. بس انا لسه مش هفرش دلوقتي. السجاد زي ما انتوا شايفينه كده انا ركناه كده على جنب، بحيث ان انا اكلم المغسله تيجي تاخده. تمام كده كده انا باقي عندي ان انا هفرش، وفي نفس الوقت الغرف عندي لسه برضو ما اتفرشتش، يعني انا كده واقفه على الفرش تقريبا. وهرتب بقيه الحاجات اللي في المطبخ، يعني الكراتين اللي انا شلتها دي دخلتها المطبخ، وقلت بقى هرتبها بس انا لسه مش عارفه ارتبها ازاي، علشان انا في حاجات كانت محطوطة في الضرفة اللي انا هبيعها، فدلوقتي لازم الاقي لها مكان تاني في المطبخ المتاح. احلى حاجة بقى ان انا خليت كوكي ومهند يقعدوا بقى في البلكونة علشان اعرف اكمل اللي انا بعمله وارتب الدنيا. بس عايزه اقول لكم الدنيا رقت جدا بعد الفيديو ده، والحمد لله ان انا وصلت للمرحله دي. عايزاكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناه لو وصلتوا في الفيديو معايا لحد هنا، واشوفكم تاني الفيديو اللي جاي، ومع السلامه.